بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس حرب أكتوبر، الدرس الثالث في الوحدة الثانية تاريخ الصف الثالث الإعدادي. لو أنت في ثالثة إعدادي لازم تسمع الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس بيتكلم عن حرب 6 أكتوبر سنة 73. طبعا مين بيحارب الأطراف؟ مصر وسوريا ضد إسرائيل. يبقى في دولتين هنا اتفقوا مع بعض إن هم يحاربوا إسرائيل، مصر وسوريا. مصر وايه؟ وسوريا. طب ايه الاسباب؟ عندنا سببين يا جماعه. اول سبب هو رفض اسرائيل لكل نداءات السلام. طبعا طلع قرار من مجلس الامن رقم 242 انسحاب اسرائيل من شبه جزيره سيناء وهضبه الجولان. طبعا شبه جزيره سيناء هم واخدينها من مصر، هضبه الجولان واخدينها منين؟ من سوريا. اسرائيل رفضت الانسحاب، مش عايزه تنسحب، تنحى. خلاص، اطلعي يا ست من سيناء، مش عايزه تطلع. طب اطلعي من هضبه الجولان، مش عايزه تطلع. طب نفذي قرار مجلس الامن 242، ما نفذتوش. طيب يبقى رقم واحد رفض اسرائيل لكل نداءات السلام. طب نمره اتنين تصميم مصر وسوريا على ازاله اثار نكسه 67. احنا كمان بقى صعايده وقفلت معانا، مش هنسيب حقنا. مصر وسوريا عايزين يستردوا اراضيهم ويمحوا عار الهزيمه. واحنا لو مسامحين في ارضنا وسبناها ما كانش هيبقى في حرب، انما احنا مصممين على استعاده اراضينا. يبقى كده عندنا سببين. السبب الاولاني رفض اسرائيل لكل نداءات السلام. السبب الثاني هو تصميم مصر وسوريا على ازاله اثار نكسه 67. طب احنا داخلين حرب، ما احناش رايحين نلعب. الحرب دي لها استعدادات على الجبهه الداخليه في مصر وعلى الجبهه العربيه. يبقى احنا عملنا استعدادات فين وفين؟ الجبهه الداخليه يعني داخل مصر، الجبهه العربيه يعني على مستوى الدول العربيه. طيب على الجبهه الداخليه، ايوه رقم واحد رفع الرقابة عن الصحف. يعني ايه يا جماعة رفع الرقابة عن الصحف؟ يعني الصحف تكتب زي ما هي عايزة، مفيش رقابة على الصحف. لأن زمان قبل الحرب كان أي جريدة بتطلع لازم تتراقب الأول ونشوف كتبوا ايه. لو مش على مزاج الدولة مش هتتنشر. النهاردة في الحرب، الاستعداد للحرب، لازم نصلح الجبهة الداخلية، فتم رفع الرقابة عن الصحف اللي احنا بنسميها دلوقتي حرية الصحافة. طب نمرة اتنين صدور دستور جديد للبلاد سنة 71. بلد محتاجة دستور، فصدر دستور جديد سنة 1971. طب رقم ثلاثة إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. في ناس كان المفروض عليها قيود على حرياتها وحراسات، لا احنا عايزين نوحد الجبهة الداخلية ونبقى ايد واحد، فتم إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. رقم أربعة القضاء على مراكز القوة. يعني ايه مراكز القوة؟ في ناس في الدولة مناصب في المخابرات وكده كانوا فاكرين نفسهم سلطتهم أعلى من سلطة رئيس الجمهورية، فالسادات قدر يلم الناس دي كلها ويقضي عليها. اسمها القضاء على مراكز الايه؟ القوة. طيب رقم خمسة تجهيز الجيش، يعني هنحارب بالجيش، فلازم نجهز الايه؟ الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة. ماشي، طب احنا الحمد لله جبنا أحدث الأسلحة، مش عارفين نستخدمها، يبقى لازم نتدرب ايه؟ عليها. يبقى تجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتدريبه عليها. كده احنا عندنا 5 حاجات في الجبهة الداخلية. أول حاجة رفع الرقابة عن الصحف. 2 إصدار دستور جديد سنة 1971. 3 إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. 4 القضاء على مراكز القوة. 5 تجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتدريبه عليه. طيب نيجي بقى للجبهة العربية خارج مصر على مستوى الدول العربية. رقم 1 تصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي. احنا دلوقتي داخلين حرب، مش داخلين نهزر. في دول عربية اخواتنا لازم نعتمد عليهم، بس الدول دي بينهم وبين بعض مشاكل. يبقى احنا نعمل ايه؟ نحل المشاكل دي ونصالحهم على بعض. تصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي عشان نبقى ايد واحدة. طب رقم 2 الاستفادة من كل الموارد والامكانيات العربية المتاحة. الدول العربية غنية، نستفيد. عندهم فلوس، يدونا شوية فلوس نشتري أسلحة. خلاص، عندهم بترول، يقفوا معانا، استخدموا البترول كسلاح فعال. يبقى انا لازم استفيد من الموارد بتاعت اخواتي عشان انا داخل حرب. يبقى عندنا رقم 1 تصفية الخلافات وتوحيد الصف العربي. 2 الاستفادة من كل الموارد والامكانيات العربية المتاحة. ده استعدادنا على الجبهة العربية، على الجبهة الايه؟ العربية. طيب الاحداث، طبعا احنا قلنا مصر وسوريا هيحاربوا، ففي احداث على الجبهة المصرية وفي احداث على الجبهة الايه؟ السورية. نبدأ بالجبهة المصرية. طبعا احنا عندنا رئيس الجمهورية في الوقت ده. طيب على الجبهة الداخلية جوه مصر الأحداث، الرئيس السادات أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر. يبقى مين اللي أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر؟ الرئيس محمد أنور السادات. وبكده بدأت العمليات العسكرية. احنا بدأنا بسلاح الجو، سلاح الطيران. أول حاجة حصلت الضربة الجوية.
طلع. طيب يبقى رئيس السادات هو اللي اعطى اشاره بدء حرب اكتوبر. بدانا طبعا بسلاح الطيران، الضربه الجويه، وكان هنا بقياده الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا هو ما كانش رئيس وقتها، هو كان قائد القوات الجويه. كان قائد القوات يبقى احنا الجوية. بدانا بالضربه يعني الايه هما الجويه، وقفوا صح بالضربه وإحنا استنينا. الجويه. بعد الضربه الجويه قامت المدفعيه باطلاق النيران على طول قناه الايه السويس. يبقى احنا اول حاجه الضربه الجويه بقياده اللواء محمد حسني مبارك. بعد الضربه الجويه المدفعيه بدات تحطم اعداد كبيره من الطائرات والمعدات العسكريه. طيب هيجي لنا سؤال هنا، ايه النتائج المترتبه على الضربه الجويه والمدفعيه المصريه؟ واحد، تحطيم اعداد كبيره من الطائرات والمعدات العسكريه الاسرائيليه، دمرنا لهم طيارات ومعدات كتير جدا. اتنين، قدرت دباباتنا ومعداتنا العسكريه والمدرعات انها تعبر قناه الايه السويس، والعبور قناة نفسه السويس كان من معجزه الحمد لله. كان من تم على تدمير خط بارليف اسطوره اسرائيل، كان بيحلموا بيه، كانوا يقعدوا يقولوا ان خط بارليف مش هيندمر الا بالقنبله النوويه. الحمد لله بفضل الله تعالى دمرناه في 6 ساعات بس فقط لا غير. تم تدمير خط بارليف. 3، انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية، احنا عبرنا وبقينا على الضفة الشرقية وقناة السويس، ورفع علم مصر وأسر مئات من الجنود الإسرائيليين. تم أسر مئات من الجنود الإيه الإسرائيليين. يبقى عندنا كده 3 نتائج نعيدهم تاني: تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية، عبور دبابات ومدرعات وآليات عسكرية، تدمير خط بارليف، انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس. كده الحمد لله الجيش المصري كعادته سطر بطولات وانتصارات في البر لما عبرنا قناة السويس، في البحر لما ضربنا بالسفن البحرية بتاعتنا، وفي الجو الضربة الجوية. طيب نيجي بقى على الجبهة السورية. نقول ان كان في تنسيق بين مصر وسوريا برضه في نفس اللحظة في نفس الوقت، يوم السبت 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر كانت مصر تضرب وسوريا تضرب. بدأت القوات السورية بالضرب، كان برضه الضربة الجوية. الطائرات السورية عبرت وضربت في القوات المحتلة في منطقة الجولان. طيب احنا بعد الطيارات كان عندنا مدافع، لا هم بقى بعد الضربة الجوية بعد الطيارات عندهم دبابات ومدرعات ضربت. طب اسرائيل كانت عامله لنا خط بارليف في سيناء، عامله لهم في الجولان خط شبهه اسمه خط الون. خط ايه الون ده عاملاه في سوريا شبه خط بارليف. ودارت معارك جويه بعد ذلك بين الطيران المصري السوري والطيران الاسرائيلي. طيارات مقاتله، اسرائيل تطلع الطياره بتاعتها تقوم سوريا تطلع طياره مقاتله ليه. والحمد لله تكبدت اسرائيل خسائر فادحه سواء في الجنود او في الطائرات اللي بتعتمد عليها. ولذلك بدأت إسرائيل تصرخ للولايات المتحدة الأمريكية وتطلب منها المساعدة. الحقيني يا أمريكا، سيف إسرائيل. يبقى أمريكا هتبدأ تساند إسرائيل بناء على طلب من إسرائيل. هنا في سؤال يا حضرات، إيه النتائج المترتبة للخسائر اللي لحقت إسرائيل في حرب أكتوبر؟ هنقول له طلبت إسرائيل المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى كده أمريكا هتقف مع إسرائيل، الدول العربية هتقف مع مصر. طيب نشوف موقف الدول العربية، ساندونا عسكريا وماليا وسياسيا. طيب نبدأ بالمساندة العسكرية. في 9 دول عربية قدموا دعم عسكري. كم دولة؟ 9 دول بعتوا جيوش من عندهم، كتر خير اخواتنا وقفوا معانا ربنا يبارك فيهم. العراق 1، الجزائر، ليبيا، الأردن، المغرب، السعودية، السودان، الكويت، تونس. كده عديناهم مع بعض كم دولة؟ 9 دول. دول قدموا دعم عسكري. فلسطين ما عملتش حاجة. الدعم المالي، في دول قدمت دعم مالي زي السعودية، الجزائر، الإمارات، ملايين من الدولارات الحقيقة أرسلوها عشان نشتري بيهم أسلحة من الاتحاد السوفيتي. 3 دول، السعودية والجزائر والإمارات. كده يا ريس احنا عندنا السعودية والجزائر الاثنين عملوا دعم عسكري وكمان عملوا دعم ايه؟ مالي. طيب الدعم السياسي بقى، طبعا انت عارف احنا عندنا نعمة من ربنا اسمها البترول. وزراء النفط وزراء البترول عملوا اجتماع في الكويت وقرروا حاجتين: 1، خفض انتاج البترول، هقلل الكمية. طب نمرة 2، حظر تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية، منع تصدير. ليه؟ لأنها بتساند إسرائيل، خاصة لما الرئيس الأمريكي طلب مساعدات عاجلة لإسرائيل. فاحنا استخدمنا البترول كسلاح فعال، عملنا حاجتين: أول حاجة خفضنا الإنتاج، تاني حاجة حظر استخدام البترول للولايات المتحدة الأمريكية، مش هنصدره لأمريكا. يبقى عندنا كده دعم عسكري ودعم مالي ودعم سياسي. امريكا الولايات المتحده برضه هتقف مع اسرائيل وتقدم لها دعم عسكري ودعم مالي ودعم سياسي. برضه عسكري، اتعمل جسر جوي لتقديم المساعدات العسكريه. الطيران الامريكي بيطلع من امريكا
شايل الاسلحه بتاعته والدبابات والمعدات، يطير ينزل في سيناء، تتفتح الطياره، الدبابات تنزل تشترك وتضرب فيه. يبقى احنا كده بقناش بنحارب اسرائيل، بقى بنحارب كمان امريكا. الاسلحه جايه بالمعدات بتاعتها بالافراد. يبقى رقم واحد جسر جوي لتقديم مساعدات عسكريه لاسرائيل. اثنين، القمر الصناعي الامريكي واجهزه التجسس قدرت تصور منطقه وادت معلومات عسكريه خطيره لاسرائيل، تسببت في حدوث ثغره اسمها ثغره الدفرسوار. ثغره سببها الولايات المتحده الامريكيه. يبقى عندنا المساعدات العسكريه اتمثلت في حاجتين: الجسر الجوي والمعلومات العسكريه اللي تسببت في احداث ثغره الدفرسوار. طب الدعم المالي، امريكا الولايات المتحده قدمت مساعدات ماليه عاجله لاسرائيل، وبعدين مساعدات ماليه ضخمه قدرت بملايين الدولارات. طيب الدعم السياسي، لما امريكا دايما بتلاقي اسرائيل بتقع بتتدخل، فبدات تتدخل لدى مجلس الامن وصدر قرار رقم 338. كده انت خدت 2 قرار من مجلس الامن. في الدرس اللي فات اخذنا قرار رقم 242، النهارده في حرب اكتوبر بناخد قرار رقم 338. طب ايه نصوصه؟ وقف جميع العمليات الحربيه بدءا من يوم 22 اكتوبر، لا مصر تضرب ولا اسرائيل تضرب. هنوقف الحرب بدءا من يوم 22 اكتوبر تمهيدا للمفاوضات عشان نبدا نقعد مع بعض ونحل المشكله. ده قرار مجلس الامن رقم 338. تعال بقى نتنقل لاخر جزئيه، وهي شخصيات مضيئه من حرب اكتوبر، القاده اللي تكتب اسمائهم بحروف من نور في حرب اكتوبر. اول واحد المشير احمد اسماعيل. المشير رتبه في الجيش يا جماعه، لكن هو اسمه احمد اسماعيل. مشير احمد اسماعيل ده كان الوظائف اللي تولاها، كان في الاول مدير المخابرات العامه، بعد كده اصبح وزير الحربيه، وطبعا قائد القوات المسلحه. هذا الرجل هو اللي تولى القياده العامه للقوات المصريه والسوريه، يعني كان هو المسؤول عن الجيش المصري. احمد اسماعيل تولى القياده العامه للقوات المصريه والسوريه، يعني هو اللي كان بيقود الجيش المصري والجيش السوري في الحرب. طب ايه اهم اعماله ودوره؟ واحد، التخطيط والتنسيق على الجبهه المصريه والسوريه بدقه ومهاره عاليه. هو اللي عمل تخطيط للمعركه وعمل تنسيق بين القوات المصريه والسوريه، بس مش اي حاجه، لا، بدقه ومهاره. طب نمره 2، قاد خطه الخداع لصرف انظار اسرائيل عن التجهيزات الهجوميه. احنا بنجهز للحرب، اسرائيل ممكن تعرف. هو اللي خدع اسرائيل. يعني مثلا الحرب كانت في رمضان، 10 رمضان، 6 اكتوبر، طلع في الصحف المصريه اسماء مجموعه كبيره من الضباط والرتب والقاده طالعين عمره رمضان. طبعا اسرائيل لما تقرا خبر زي كده هتقول ما فيش حرب. ده من ضمن خطه الخداع وحاجات كتيره تانية. يبقى هو اللي عامل خطه الخداع لصرف نظر اسرائيل. طبعا هذا الرجل يستحق التكريم، ولذلك حصل على اعلى وسام عسكري. اي ضابط في الجيش يتمنى يحصل على الوسام ده. نجمه سيناء. نجمه ايه؟ سيناء. ده اعلى الاوسمه العسكريه. تاني شخصيه معانا الفريق سعد الدين الشاذلي. رتبته فريق اسمه سعد الدين الشاذلي. السادات اختار رئيس اركان حرب القوات المسلحه. رئيس اركان حرب القوات المسلحه من 71 لحد ديسمبر 73. ايه دوره؟ اشترك مع القادة العسكريين في تطوير القوات المسلحة، وهو حط خطة عبور قناة السويس. هذا الرجل عبقري حرب. هو اللي عمل خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط الرليف اللي كانت إسرائيل بتتباهى وتقول إن هو مش هيتدمر غير بالقنبلة النووية. الراجل ده عمل خطة، الحمد لله قدرنا ندمر خط الرليف ونعبر قناة السويس في 6 ساعات فقط، ودي كانت معجزة. طبعا الراجل ده تم تكريمه، هذا الفريق، في الذكرى 39 من حرب اكتوبر. بعد 39 سنه من حرب اكتوبر طبعا هو كان مات، فمنح اسمه قلاده النيل العظمى. الجائزه اللي خدها قلاده النيل الايه؟ العظمى. منح اسمه قلاده النيل العظمى. الفريق محمد عبد الغني الجمسي. محمد عبد الغني الجمسي ده كان رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، منصب كبير جدا في القوات المسلحه، رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، وده اللي اختار انسب التوقيتات لحرب اكتوبر. طبعا الوقت عامل مهم جدا. كان يوم سبت اجازه عند اليهود، 6 اكتوبر ده كان عيد فصح عند اليهود. الساعه 2 الظهر هتبقى الشمس في عينهم هم مش في عينينا احنا، فهيبقوا هم مش عندهم قدره على الرؤيه واضحه. طبعا هو عمل دراسه صعبه عشان يختار الوقت ده بالتفصيل. الوقت ده كان له دور كبير في تحقيق النصر. بعد كده السادات بعد الحرب رقاه، وسنه 73 في ديسمبر 73 اصبح رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه. خد المنصب بتاع سعد الدين الشاذلي. تعال بقى نشوف نتائج حرب اكتوبر. وعلى فكره نتائج حرب اكتوبر هي الدروس المستفاده. يبقى انا كده عندي سؤالين اجابتهم حاجه واحده:
ما الدروس المستفادة من حرب أكتوبر؟ زي بالظبط ما النتائج المترتبة على حرب أكتوبر. رقم واحد، نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. إسرائيل فاكرة نفسها أقوى دولة، جيش إسرائيل الذي لا يقهر الحمد لله خدت على قفاها كف محترم. فأثبتت الحرب أن منطق القوة لا يمنح سلام. أنت مش عشان هتعيش قوي وتبلطج على العالم، لا، القوة لا تعطيك سلام. ولذلك الحرب أثبتت منطق القوة لا يمنح سلام. طب نمرة 2، تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. هم في 67 هزمونا وقالوا على نفسهم الجيش الذي لا يقهر. بعد حرب أكتوبر عرفوا قيمتهم وهم صغيرين قوي، واتحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي، وبكده عادت الثقة للمقاتل العربي. هدم يعني تقويض أسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية وانخفاض روحهم المعنوية. انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية. هم فاكرين بخط بارليف إن هم كده عايشين في أمن، لا، التحصينات اللي عملوها زي خط بارليف اتدمرت، وبكده انتهت نظرية الأمن الإسرائيلي. مش هيعيشوا في أمن طول ما هم محتلين أراضينا. انتهاء حالة لا سلم ولا حرب. احنا كنا قبل الحرب عايشين في حالة صعبة تسمى لا سلم ولا حرب، لا قادرين نسامحهم ونعيش معاهم في سلام عشان واخدين أرضنا، ولا كنا قادرين نحاربهم. لما جت حرب أكتوبر وانتصرنا الحمد لله، فانتهت حالة اللا سلم ولا حرب، وبدأنا ندخل في مفاوضات بس من منطلق القوة. في فرق لما تفاوض وأنا ضعيف، ولما تفاوض وأنا إيه؟ قوي منتصر، بفرض شروطي. 6، أظهرت الحرب أهمية سلاح النفط العربي. البترول لما استخدموا العرب لو نفتكر لما عملوا اجتماع في الكويت وقرروا منع تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية. 7، الحرب أثرت في العلاقات بين دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا مع إسرائيل. دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا قطعوا علاقتهم مع إسرائيل بسبب حرب أكتوبر، وبكده انتهى الدرس، وإن شاء الله أتمنى تكونوا فهمتوه كويس.